أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي. درس النهاردة إن شاء الله هيكون عبارة عن مراجعة على الأزمنة الثلاثة اللي أخدناها: حاضر أول، مستقبل أول، وماضي تام، ودرس المفعول به، وبرضه درس صفات الملكية. طيب، نبدأ بأول حاجة. لو حبينا نترجم أنا أحب إلهي وأخدمه. طيب، أنا أدي الفاعل، أحب أدي الفعل، وإلهي اللي هو المفعول به، وإلهي هنا فيها صفة ملكية، وبعد كده اللي هو العطف، وبعد كده أخدمه عبارة عن فاعل وفعل ومفعول به في صورة ضمير. طيب، ناخد واحدة واحدة. أنا أحب يبقى أنا في الحاضر الأول بتبقى تي، ويحب اللي هي ماي يبقى تي ماي. بحب مين؟ إلهي، في أداة مفعول اللي هي ام، عشان يحب مش من ضمن الأفعال الخاصة. ام إله أنا، الإله مذكر يبقى با، والإله اللي هو نوتي يبقى تي مي ام با نوتي. كده الجملة الأولى خلصت. و تي أخدمه بقى شمشي. شمشي أدي الفاعل وأدي الفعل شمشي. أخدم إياه بقى تبقى إمف، وبرضو هنا حطينا إمف عشان مش من ضمن الأفعال الخاصة اللي هو فعل يخدم، يبقى يحب ويخدم مش من ضمن الأفعال الخاصة اللي خدناهم قبل كده. طيب، يبقى تي مي إمبانوتي، و تي شمشي إمف، أنا أحب إلهي وأخدمه. طيب، تاني سؤال اللي هو نسمع صوت الله، يعني نحن نسمع صوت الله. طيب، نحن بتبقى تين، وستيم يسمع. يسمع دي من ضمن الأفعال الخاصة اللي بتحتاج أداة مفعول اللي هي الأي. يبقى تين ستيم أي، بنسمع إيه بقى؟ صوت الله. صوت الله ده عبارة عن المفعول به هنا في صورة إيه؟ مضاف ومضاف إليه، الصوت بتاع الله. طيب، يبقى تين ستيم أي تي، الصوت اللي هو إيه؟ اسمي، والتي دي أداة التعريف المؤنث لأن الصوت مؤنث. يبقى اي تي اسمي، اسمع صوت مين؟ بتاع الله، صوت الله. يبقى الام دي اداه اضافه اللي هي صوت بتاع ربنا. يبقى تي اي تي اسمي ام افنوتي. يبقى تين سوتيم اي تي اسمي ام افنوتي، يعني احنا بنسمع صوت الله. الجمله الثالثه: انت تبارك اسم الهنا. اسم الهنا نفس الحوار زي صوت الله بالظبط، نفس المضاف ومضاف اليه، بتسمع اسم الهنا. انت تبارك يبقى اكسمو، انت بتبارك ايه؟ اداة المفعول اللي هي الاي، وخدنا الاي ليه؟ عشان اسمه من ضمن الافعال الخاصة. يبقى اكسمو ايه افران، اسم مين؟ الهنا بقى ام بن نوتي، الاسم بتاع الهنا. وطبعا الام دي اللي هي بتربط بين الاسم بتاع الهنا اللي هي اداة الاضافة. يبقى اكسمو، انت بتسبح او بتبارك ايه افران، صوت مين؟ او سوري، اسم الهنا، سوري، انت بتبارك اسم الهنا. يبقى اكسمو ايه افران ام بين نوتي. طيب، الجمله الثالثه: هو يدعو الرب كل حين، يعني هو يدعو الله او الرب كل حين. طيب، هو بتبقى اف موتي، وموتي يدعو، نفس الحوار. موتي واسمه وسوتي من ضمن الافعال الخاصه اللي بتاخد الاي. يبقى اف موتي ايه بتشويس، هو يدعو الرب كل حين انسي يونيفين. يبقى اف موتي هو بيدعو مين؟ ادي الفاعل المفعول به، سوري، اسم ظاهر اللي هو بيدعو الرب. يبقى اف موتي ايه بتشويس. لو حابب اقول هو يدعوه اقصد الرب، اقول اف موتي ايروف. طيب، الجمله الثالثه او الرابعه او الخامسه على حسب ما تكون: انتم لا تضربون القطه. انتم يبقى تيتين، يضرب شاري، وشاري من ضمن الافعال اللي بتحتاج الاي او من ضمن الافعال الخاصه. يبقى تيتين شاري بتضربوا مين بقى؟ ايه اللي هي اداه المفعول، تي شاف القطه،
ادي التي بتاعت التأنيث، ادي تعريف التأنيث، وشوف اللي هي القطة. طب الان دي بتاع ايه؟ نفي بتاع ان انتم ما بتضربوش. لكن لو شلنا الان دي بس كده يبقى انتم تضربون القطة. حطينا ان يبقى انتم لا تضربون القطة. ده النفي بتاع الحاضر الاول. طيب جملة كمان، الله يعين شعبه في شدائدهم. تحس ان الجملة طويلة شوية بس سهلة برضو. الله يعين، ادي الفاعل اسم ظاهر يعني مش ضمير، يبقى نحط في نوتي على طول ادي الفاعل. يعين اللي هي ايرفويسن، الاف دي اللي بتاعت هو، الله اقصد هو، يعني هي تنفع الاثنين صح. يعني انا لو شلت الاف دي صح برضه، يبقى اف نوتي ايرفويسن او اف نوتي اف ايرفويسن. هو يعين، الله يعين. مين بقى بيعين؟ ايه برضه يعين من ضمن الافعال الخاصه اللي بتحتاج الاي. ايه بيعين مين؟ شعبه. بف لاؤس، البف دي اللي هي طبعا صفة الملكية بتاعته هو، شعبه هو، يبقى ايه بف لاؤس. في شدائدهم تبقى خين. في الشدائد بتاعتهم هم بقى، دي صفة الملكية بتاعتهم هم. طب هي يعني دي جمع، يبقى بتختار نو هوج هيج. خين نو هوج هيج. هوج هيج اللي هي الشدة، وحطينا النو دي اللي هي كصفة الملكية بتاعت الجمع، الشدائد بتاعتهم هم. يبقى افنوتي اف ايرفويسن اي بف لاؤس خين خين نو هوج هيج. الله يعين شعبه في شدائدهم. هي تترجى الرب. هي اس ارهلبيس تترجى. ايه بتشويس، وهلبيس برضو من ضمن الافعال الخاصه اللي بتحتاج حرف الاي. يبقى اف او سوري اس ارهلبيس بتترجى مين؟ ايه بتشويس، هي بتترجى الرب. يبقى كل يسمع ويبارك ويدعو ويضرب ويعين ويترجى، كلها دي افعال بتحتاج الاي. لكن يحب ويخدم بنحط لها ان او ام على حسب الكلمه اللي بعديها. تاني امثله هناخدها في زمن المستقبل الاول. لو هجالي مثلا هقول سوف ياتي ابن الله. هنا اللي نلاحظ ان الفرق بين المستقبل الاول والحاضر الاول ان احنا بنزود نا بعد الفاعل او ضمير الفاعل. سوف ياتي ابن الله، سوف ياتي هو، يبقى اف نا اي، ادي الفاعل، ونا طبعا للمستقبل، وادي الاي اللي هي الفعل. مين اللي هياتي؟ اقصد ان جي ابشيري، اقصد دي علامه فاعل. ابشيري ابن مين؟ ابن الله، مضاف ومضاف اليه. ام اف نوتي اللي لسه قايلينها من شويه اللي هي المضاف، دي اداه الربط المضاف والمضاف اليه. سوف ياتي هو اقصد ابن الله. ستلدين عمانوئيل. انت بقى بخاطب انت، الضمير انت، تبقى تيرا ميسي. انت ستلدين يبقى تيرا ميسي. هتولدي مين؟ عمانوئيل ان امانوئيل. يبقى دي سهله، تيرا ميسي ان امانوئيل. السؤال الثالث او الترجمه الثالثه، لن ابغض احدا مطلقا. انا مش هكره حد ابدا، ده نفي مطلق في المستقبل، يعني انا ان شاء الله مش هكره حد خالص. ما دام نفي مطلق يبقى بحط ان قبل الفاعل، ان وتي نا، ادي تي اللي هي بتاعت الفاعل، ونا اللي هي في المستقبل. لو شلنا نا هتبقى في الحاضر، يبقى تي نا موستي. انا مش هكره حد او هبغض، موست اللي هي يكره، ان النفي المطلق، اهلي اللي هو احد، يعني مش هكره حد مطلقا. سوف ياتي الاتي ولن يبطئ، يعني هو هيجي، اقصد الاتي ومش هيتاخر. طيب يبقى افنائي اللي هي لسه قايلينها سوف ياتي برضو. ان جي بثنيو اللي هو الاتي، اقصد الاتي، ولن يبطئ. افنا اوسك ان، ده نفي عادي، نفي المستقبل عادي. افنا اوسك ان اللي هو لن يبطئ. لن نتعب ابدا. نحن تبقى تنا، تين وحطينا لها نا،
تبقى تناخيسي. مش هنتعب آن إنيه اللي هي للأبد، مش هنتعب خالص، مش هنتعب أبدا. تناخيسي آن إنيه. طيب هي ستأكل اللحم، يبقى إصناء أم هي ستأكل. هتأكل إيه؟ اللحم المضاف إليه سوري المفعول به هنا هيحتاج مش هيحتاج الاي، هيحتاج الام او الان. طيب ال هناخد الام دي عشان البي اوف اللي هو اللحم حرف شفاهي اللي هو حرف البي، يبقى اصناء ام بي اوف سوف تاكل اللحم. هاني لن يسمع مطلقا، هاني مش هيسمع خالص، هاني خلاص اترش بقى، يبقى ده نفي مطلق برضو. ان هاني ادي النفي المطلق قبل الاسم الظاهر، نا المستقبل، سوتيم آن، يعني هاني لن يسمع مطلقا. ثالث زمن اللي هو خدناه كان زمن الماضي التام. هناخد برضو أمثلة. لو قلت مثلا رأيت أخاك بالأمس، أنا شفت أخوك امبارح. رأيت يبقى I ونحط لها الفعل ادي I ناف، أنا شفت مين بقى؟ أخوك. طبعا ناف من ضمن أفعال الحواس، خدنا الأي شفنا أداة المفعول، شفت أخوك. أخوك اللي هو إيه؟ بيك سون، وامبارح اللي هو إنصاف، يبقى I ناف إيه بيك سون إنصاف. الثانية أو الجملة الثانية ولدته فخلصنا. ولدته هي اللي ولدته، أسميسي إمف المفعول به في صورة ضمير والفعل في صورة ضمير، أسميسي إمف هو بقى اللي خلصنا احنا، يبقى أف صوتي هو اللي خلص إيانا، أف صوتي إمون، يبقى أسميسي إمف أف صوتي إمون. لم نكتب درسنا، احنا ما كتبناش الدرس بتاعنا. طبعا النفي بتاع الماضي التام ان احنا بنحط ام بي ونصرفها مع الضمير، احنا ما كتبناش، يبقى ام بين اسخاي، احنا ما كتبناش ايه المفعول به درسنا، يبقى خدنا اداة المفعول ام عشان بعديها حرف شفاهي اللي هو بين اوش، وبين طبعا دي اللي هي صفة الملكية بتاع درس بتاعتنا احنا، والاوش اللي هو الدرس، يبقى ام بين اسخاي ام بين اوش، احنا ما كتبناش درسنا. لم تعلم أنت الحقيقة، أنت ما عرفتش الحقيقة، يبقى إمبيك إيمي اللي هي أنت ما عرفتش إيه الحقيقة. طبعا برضو الفعل ده اللي هو يعلم من ضمن أفعال اللي بتحتاج حرف الأي. إيه تي مثمي، طبعا تي مثمي اللي هي المفعول به اللي هو الحقيقة، والتي طبعا أداة التعريف بتاع مثمي اللي هي الحقيقة المؤنث. عايز أقول لربنا سحقت قوة الموت، أنت سحقت قوة الموت، يبقى الماضي بتاع أنت تبقى خمخيم أو حطمت إيه قوة الموت اللي هي القوة بتاع الموت مضاف ومضاف إليه. أنتي حطمت طبعا مش من ضمن أفعال الحواس أو الأفعال الخاصة، فخدنا الإن ومفيش بعدها حرف شفاهي، ما استخدمناش الإم، استخدمنا الإن، يبقى خمخيم أنتي حطمت قوة إيه؟ قوة بتاع الموت، وأدي الإنتي اللي هي أداة الإضافة، افمو اللي هو الموت. النور أشرق من مريم، طبعا الفاعل اللي هو النور لأنه النور هو اللي أشرق، يبقى ادي الفاعل اسم ظاهر، اروح حاطط حرف الألفا في الأول قبل الفاعل، يبقى بي أو أويني النور ماله أشرق شا، بعد كده الفعل ادي أداة الزمن علامة الزمن، ادي الفاعل بي او ان اللي هو النور، وادي شاي اللي هو الفعل أشرق من فين؟ ايفول خين من مريم، طبعا دي من او من خلال، وادي مريم اللي هي ماريا. الجمله اللي بعديها جاءت النسوه الى القبر ورأينا الملاك. هما جم، مين اللي جم؟ اقصد ان جي علامه الفاعل، وادي النسوه الجمع نيهي يومي، جاءت النسوه، جاءوا فين؟ الى القبر، بي امهاف الى القبر، عملوا ايه بقى؟ شافوا الملاك، ناف شافوا ادي الاف بتاعهم، ناف اللي هم رأى، شافوا رأينا الملاك، وادي الاي دي علامة المفعول ان هم رأوا الملاك، بي انجيلوس اللي هو المفعول به اللي هو الملاك. اخر جملة اللي هي تمنطقتي بقوة يا ابنة صهيون، انا بقول بخاطب
المؤنث يبقى اري مورتي، اري مورتي تمنطقتي ان او جوم بقوه. ادي الجوم اللي هي القوه، وادي بقوه هنا لانها نكره. يا او ات شيري يا ابنة صهيون ان سيون. يبقى اري مورتي ان او جوم او ات شيري ان سيون تمنطقت بقوه يا ابنة صهيون.